من أسباب فشل الشركات في التسويق أحيانا غياب فكرة الاستهداف. عارفين، لو أنت دخلت مثلا على ساحة فيها 5 بياعين و10 عملاء، فكل بياع معاه 2 عملاء بيكلمهم. البياع اللي معاه مثلا حاجة غالية فمختار العملاء اللي يبدو عليهم انهم اغنياء وبيكلمهم. البائع اللي معاه حاجة سعرها قليل فمختار العملاء اللي يبدو عليهم البساطة شوية وبيكلمهم عن المنتج ده، وهكذا. وانت دخلت في وسط الناس دي وقلت لهم بس يا جماعة انا بتاع كله، انا هبيع اي حاجة لاي حد. تفتكر انك هتنجح؟ تفتكر ان في حد من العملاء اللي واقفين مع الناس دول هيسيب اللي معاه ويبص لك؟ بالتأكيد لا. ليه لا؟ لان انت قدامك 10 عملاء، لو ركزت معاهم كلهم هتركز مع كل واحد بنسبة كام؟ بنسبة 10%. لكن البياع التاني اللي قاعد معاه 2 عملاء ده بيركز على كل واحد بنسبة كام؟ بنسبة 50%. فلانه بيركز عليه بنسبة 50%، مديله نص اهتمامه، بيقدر يفهمه وبيقدر يخاطبه بلغة تناسبه وبيقدر يهتم بيه ويوفر له كل احتياجاته، فبالتالي بيقدر يكسبه. انت بال10% بتوعك، لان انت مركز اهتمامك على 10 عملاء، لا يمكن تكسب اي حد منهم. عشان كده دي قاعدة تفهمها في التسويق: لو حاولت تكسب كل الناس هتخسر كل الناس، وده اللي بنسميه الاستهداف او تارجتينج.